كابتن، خد تعالى. ممكن تولع لي لو سمحت؟ لا والله مش معايا ولا ولاعة ولا كبريت ولا اي مصدر من مصادر النار. مش معاك ولع ليه يا استاذ؟ عشان ما بدخنش يا حاج. وبعدين انت عايز ولاعة ليه؟ انت هتولع في روما زي نيرون؟ وده مبرر كفايه من وجهة نظرك عشان تقنعني؟ ايه اللي يخليني اشيل ولاعة وانا شخص مش مدخن؟ بتفكر بالشق الايسر من المخ، بتفضل التعامل مع المعاني المباشرة، ما بتحبش العمق والنتائج البعيدة. فعلا. انت بتشتغل في حاجة ليها علاقة باللغة، مدرس، مترجم، حاجة زي كده. مدقق لغوي، بس عرفت ازاي؟ هم بتوع الشق الايسر بيميلوا للشغل اللي مفيش فيه اي ابداع ولا كرياتيفيتي. وكمان انت طلعت لسانك في السه في كلمة مثلا. كل ده عشان مش شايل ولاعة؟ لا خالص، الموضوع اكبر من كده بكتير. ايه بقى الموضوع؟ طب اتفضل، ممكن نكمل كلامنا واحنا قاعدين؟ معلش هعطل حضرتك. ماشي، بس هات لي حاجة ساعة من عندك. لا انسى موضوع الحاجة الساعة ده وركز معايا. انت تعرف ايه هي مشكلة الانسان؟ مشكلته ايه؟ هقولك، بس ممكن اطلب منك طلب غريب شوية. غريب شوية ازاي؟ استرها يا رب. افتح موبايلك كده على اي رسالة طويلة واقرا بصوت عالي وسمعني. ده اللي هو ازاي يعني؟ انت مين عشان اقرا لك رسايلي وخصوصياتي؟ اي رسالة عادية ما فيهاش كلام محرج، مش لازم الرسائل اللي بتتسنبن وتتموحن فيها يعني. انا ما شفتش في حياتي كده. انت بني ادم غريب. ايوه غريب. اقف هنا اقرا الرسالة اللي انت بعتها للحاج غريب. اللي من الحاج غريب ده كمان الجو ده صاحب العمارة اللي انا ساكن فيها، راجل محترم ونعم الرجال. طب سمعني يا سيدي، بعت له ايه؟ يا حاج غريب، انا عايز اقول لك ان الساكن الجديد اللي اجر الشقة اللي في الدور الثالث بيجيب ستات في شقته، وانا اتكلمت معاه اكتر من مرة. انا قلت له ان العمارة دي محترمة وانا مش هقبل بالوضع ده. انا قلت ارد عليك الاول قبل ما اتخذ اي اجراء. أيوة. عشان انت عارف انا ما بحبش الحال المايل، وان راجل دغري وماليش في العك. يا سلام، وحش قوي الساكن اللي في التالت ده، بيجيب نسوان. ده ايه التسيب والانحلال اللي في العمارة دي؟ يا حاج، تخيل بوظ لنا سمعة العمارة في المنطقة. اللي اقول لي صحيح، النسوان اللي بيجيبهم دول حلوين؟ صواريخ يا حاج. ايه، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. طب ركز معايا بقى نص دقيقة يا كتكوت. معاك. انت بعت رسالة لصاحب العمارة بتشتكي له من ساكن شمال، صح الكلام. قررت في رسالتك دي كلمة أنا 5 مرات، وكلمة إني مرتين، وضمير الملكية في كلمة ماليش مرة، وفوق ده كله 8 أفعال كلهم عايد عليك. ما بحبش، وقلت، واتكلمت، إلى آخره. ايوه، وده معناه ايه بقى؟ بوظت النحو والصرف في اللغة مثلا؟ هنا تكمن الأزمة اللي انت مش حاسس بيها. انت مش شايف في العالم ده غير نفسك يا أستاذ. ده كلام مش صحيح على فكرة، والرسالة دي أكبر دليل إني بحافظ على سمعة العمارة وسمعة السكان. انت ما جبتش سيرة السكان ولا العمارة، انت طول الوقت بتتكلم عن نفسك بس، لأنك شايف نفسك بس يا متعالي. إيه اللي أنت بتقوله ده يا حاج؟ بص شوف الرسالة تاني، أهي. لا اقفل التليفون خلاص، ما تقعدش تقرا الرسالة كل شوية، أنا وصلت لك المعلومة. طب ممكن أعرف ده إيه علاقته بإني ما بدخنش؟ ما بتدخنش؟ ماشي، ده حقك، حريتك الشخصية، لكن تشيل معاك ولاعة ده حقي أنا بقى. وانت يبقى ليك حقوق عليا بتاعي اصلا؟ انا ما اعرفكش ولا انت قريبي ولا حاجة. هي دي النقطة اللي بكلمك فيها، دي أزمة الإنسان من أيام ما كان عايش في العصر الطباشيري وبيصارع ديناصورات. العصر الايه؟ طباشيري؟ يا عم انت موسع الموضوع ليه؟ احنا مالنا ومال الانسان، خلينا في اللي احنا فيه انا وانت. ودي صورة تانية من صور الأزمة، احنا مالنا ومال الإنسان يا باشا، احنا الإنسان، أنا وحضرتك والراجل اللي نايم جنبنا ده ما بيصحاش، وبقية الناس اللي معدية في الشارع، كل الناس دي الإنسان. الله. طب خلي كلامك محدد اكتر عشان افهم لو سمحت. ماشي، قولي، تعرف الحضارة بدأت امتى؟ خدناها في الاعدادي دي. الحضارة بدأت باكتشاف النار. لا يا فلحوس. يبقى مثلا باكتشاف الحديد.
لا برضه. بأول ظهور لريهام عبد الغفور في زيزينيا في الجزء الثاني. ولا حتى باختفاء مهجة في ذئاب الجبل. علماء الحفريات والباحثين يا محترم عثروا على هيكل عظم بتاع إنسان بدائي بقاله آلاف السنين. أيوان، وبعدين؟ الشيء الغريب في الهيكل ده إن كان في كسر ملتئم في الركبة الشمال. أنت عارف ده معناه إيه؟ ده معناه ان المرحوم كان بيلعب في فريق كنالاسي البرتغالي. لا، معناه انه لما رجله انكسرت في انسان بدائي تاني تكلف بمهمة الصيد وكان بيراعيه ويأكله ويطبطب عليه لحد ما رجله خفت. ربنا يكرمه ويبارك له في عياله، راجل ابن اصول. لا، ده اكيد مات من آلاف السنين، هو كمان عادي يعني. ربنا يرحمه ويبارك له في عياله. بس ده افاد الحضارة في ايه بالظبط؟ المؤرخين اعتبروا التصرف ده هو البداية الحقيقية للإنسانية. أول ما الإنسان اتعلم يحس بالإنسان اللي زيه ويساعده ويعطف عليه، يديله حتة لحمة، يديله ولاعة، يديله مفرش، يديله بطانية، المهم إنه يساعد الإنسان. المهم الإنسان يساعد أخوه الإنسان. لو فرضنا ان كلامك صح واديتك ولاعة، طب ما انا كده بساعدك تضر نفسك. مش مطلوب منك تكون مثالي عشان تساعد غيرك، مطلوب منك بس تكون ذكي وما تبقاش حمار. ايه ده؟ انا حمار؟ مش انت تحديدا يا سيدي، اي حد فينا مكانك. ايه الحمورية في كده؟ اصل انت مش عايش في الكون ده لوحدك، غصب عنك هتحتاجني وانا هحتاجك. ده العقد الاجتماعي اللي قال عنه جاك راسو. الله، وكمان كما قال الشاعر: الناس للناس من عرب ومن عجم، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. يا عم البعد عن الناس غنيمة، الناس بقت وحشة. انت تاسع واحد النهاردة يقول لي الناس بقت وحشة، لما كل دول ملايكة شايفين الناس وحشة. الله، امال ولاد الكلب اللي بنعملهم في حياتنا دول جايين منين؟ غزو فضائي؟ عايز توصل ليه يا حاج؟ عايزك تفهم حاجة، حتى لو انت براجماتي من مصلحتك انك تساعد غيرك. ليه من مصلحتي؟ عشان ايامنا دي بقت شبه لعبة نيوتن. ازاي؟ يعني النهارده المحمد ممدوح وبكره السيد رجب ويوم المنى زكي اجازة؟ لا، مش لعبة نيوتن المسلسل، اللعبة نفسها البندول اللي فيه كرات، تشد كورة وتسيبها تخبط في التلاتة التانيين، من الناحية التانية ترد كرة واحدة. صح. تشد كورتين وتسيبهم من الناحية التانية يردوا كورتين، ولو شديت تلاتة هيطلعوا تلاتة، وهكذا. صحيح، خدناها في ثانوي ده. بكل فعل ردة فعل متساوية له في القوة ومضادة له في الاتجاه. بمزاجك او غصب عنك، دي فيزياء. الكون مش هيسمح لك تعيش لوحدك، انت حياتك ماشية بسبب الناس. تمام. فلما بتساعد الناس انت في الحقيقة بتساعد نفسك، كأنك ساكن في عمارة في الدور السابع. انا فعلا ساكن في السابع. حلو، تخيل ان في بلطجية جايين يضربوا الراجل اللي ساكن في الدور الارضي ويهدوا الشقة بتاعته، هينفع ساعتها تقول انا مالي؟ لا طبعا. حتى لو كان الراجل اللي ساكن في الارض ده دمه تقيل على قلبك، حتى لو كان جوز امي او حتى كان خالي اللي واكل ورث اخته. جميل جدا، هتساعده وتدافع عنه. ليه بقى؟ عشان لو شقته اتهدت العمارة كلها تقع فوق دماغ اللي جابونا. اديك فهمت اهو. الله، الدنيا كده، لازم تساعد غيرك عشان غيرك يساعدك. بس الكلام ده لو حاصل مع الساكن اللي فوق هيسيبهم يهدوا شقته عادي؟ ده انت مصمم تبقى خنزير بقى. بقول لك ايه، ثانية واحدة، خد يا عم ولاعة اهي واطلع من دماغي. ايه ده؟ انت بتدخن وبتكذب عليا؟ لا مش بدخن، انا شاريها عشان اولع بيها صواريخ صوت وارميها ببلكونة الراجل اللي بيجيب نسوان في العمارة. خد يا عم اتفضل. لا لا شكرا، انا ما بدخنش اصلا، انا كنت برغي معاك بس لحد ما الواد ابني يجيب الغدا وهوجيها هناك اهو. بالسلامة انت يا استاذ، ما عطلكش. طب اقعد اتغدى معاك يا حاج. لا تكن ضيفا ثقيلا يكره الناس لقاءك، لا تأكل غداءهم وابحث عن غدائك.